السلام عليكم حبايبي، فيديو جديد في قناتكم قناة جمال وطبخ سيدتي. فقامت كنزة وكذلك ماجدة، فغنشوفوا دابا الحالة ديال الابن ديالي. نتمنى انكم اي واحد شاف الفيديو في الشهر المبارك كيخلي الدعوات ديالو بالشفاء للابن ديال ماجدة. فكما كنقولوا كيبقى صغير صغير الله يرحمها الوالدين هي اللي غادا تجينا. شوف راسكم انا ما كنتش كنبغي العجانه، انا واحد وجه القهر، انا وجه القهر ما كنتش كنبغي العجانه وما كنتش كنبغي لا فيس. نصيحة كنقول لا علاش غتضيع الوقت وكتضيع انا اللي كنضيع وقتي، ماشي دابا اللي مضيع الوقت. قلت لكم البنات كنخليها هي تدلك وكنمشي انا نوجد شي حاجه اخرى. ديك الوقيته اللي غنبقى انا كندلك والله هي كتدلك وانا نمشي نوجد شي حاجه اخرى. ها هو الوقت شاطلك وها هي عاونات كنت ما ضربتيش التبعه في راسكم. في البدايه ديال رمضان كنت شويه كنت كنعجن بيدي، ولكن كنت كنصور ديك الساعه. انا حالتي هاد السيمانه البنات هي هادي، حتى ما عرفتش كيفاش غنخدم غدا. شوف 6 الصباح مريض السخانه، كل مره كنشربوا الدواء دينا الطبيب عطاه انتيبيوتيك، جوج ديال لي زونتيبيوتيك شربهم والو، ما عرفتش واش خاصهم يخويو ليه صدرو. بسم الله الكم كيكحب ما كيقدرش يخوي. عييت، عرفتو هاد السيمانه كيفاش دازت عندي. كينعس حتى 8 الصباح، ما كينعس مع 11 الليل، يبقى ناعس حتى الصباح. ما عرفتش غندير. انا عييت بعدا. يلا ما تنعسيش الغد ليش الصباح كتاخدو فاطمه من حدايا كنعس شويه. دوز عليا هاد السيمانه ما كنصورش ليكم ما والو. دابا راه ولدي شحال راه 2 سيمانات هو مريض. شفتو فاش مرضت انا ديك المرضى خايبه داك الفيروس، بريت انا من ورا بيومين ولدي مرض الحمد لله ما تعاداش بابا حتى هو ما تعاداش، يا ربي ما يتعاداوش، ما في اللي قابلهم حتى هما. كورزاي مسكين تعادى وما عاديتوش انا عادات عدوسي حتى انا ديك يومين الاولى اللي كنت مريضه بزاف خدات عدوسي شدات جابتو لعندي. بقى يومين انا كنت بريت بخير، جات عندي هي وجوج ديال عيالات خوت راجلي، عيالات الواسي هما ولادو. كانت وحده فيهم مريضه وبراد زعما وبنتها مريضه والاخرى ولادها بجوج مرض زعما راه براو. عدوسي في الدار عندي باست كورزا هكا ما كاين. قلت لكم كان باستو هكا عادي من حنكو سميتو، ما كان فيه حتى حاجه. لعبت معاه حطاتو ينعس، يتبدا كترعد شداتها التبوريش جالسه حدانا في الكوزينه حنا في الطابله مونجي، وهي تكات في الفوطو دارت المنطق تبوريشه طلعت لها السخانه بدات كتكحب. صافي عرفت انا بداتني بالتبوريشه والسخانه نفس الفيروس. من ديك الساعه انا بس كاين مثلا كيبكي كورزاي كنبغي نمشي كتقول لي خليك جالسه، كنقول لا، قلت لها لا راك مريضه هادي الا مرض حتى هو راه ماشي بحالنا راه صعيبه، حنا بعدا كنقدروا نخرجوها. ما بقاتش قربت لي، بقى هو في البيت وما حيت الميكروب كيدور حتى في نفس الا كنت جالسه في نفس الصالون كتقدر تمرضي، ماشي بالضروره تيبوسك شي حد. غير مشات ديك الليله بعد طالع عليه السخانه، الغد ليه الكحبه، مشى ليه الصوت. ما قلتش لكم انا هادشي عند راسي كلشي في راسكم، عند بالي راكم عارفين كلشي. حتى ما كنبارطاجي تبع المرات كنقول لها شي صاحبتي ولادي كتقول لها في راسي، كنقول لها ما شفتهاش في السطوري كتقول لها ما بارطاجيش. عند راسي انا ملي كنقول كي دايرين البنات مساء الخير وانا غابره غير هنا وكذا، بحال راكم عشتوا معايا النهار، راكم شايفين عارفين شو واقع زعما عارفين اللي كاين. والله هكا كيسحاب ليا. المهم مشى ليا الصوت نايم جوج عاداني تاع مشى لي الصوت كيبكي بحال هكا ما كاينش الصوت. بقيناش كنقدروا نحيدو من حدا حيت لحيدتي من حدا مشيت غير الكوزينه يبكي راه هو ساكر ما تسمعيش ما كاينش. مشى لي الصوت، فاش مشى لي الصوت عرفتو جاوه الحلاقه بحالي. مشى لي الصوت نعطي الرضاعه ما كيبغيش يشرب الحليب ما والو، عرفتو شحال هكا. المهم ديتو لورجونس ديك الساعه حيت قلت لكم في الليل طلع لي السخانه، عطاو واحد الكالمون واحد
لونتيبيوتيك سميتو اوغمانتين بالتركيه، هو اوغمانتين ديالنا كنظن، عطاو واحد ديال حشقه متنخيمه حيت صدرو عامر. مارت فاش كان عنده شهرين كان صدرو عامر في المغرب، خواه ليه دقه وحده، دقه بطلاس علينا، دخلوا ليه واحد شويه هكا، كنت في المغرب خواه ليه صدرو هنا ما عرفتش واش ما عندهمش هاد الطريقه ولا ما كيبغيوش يديروها على قبل الدراري، ما عرفتش. مارت كان عنده شهرين مازال كورزال على 4 شهور ونص. ايوا صافي جيت بقيت كنشربو الدويات هكا سيمانه، لونتيبيوتيك سيمانه خصو يتلاح، كمل 7 ايام لحتو رجع ليه الصوت باقي كانت في شويه الكحبه. قلت صافي راه دابا تفوت، يلا صرا لونتيبيوتيك. والبارح هو البارح في الليل اخر مره عطيته ليه، يومين ولا 3 ايام دابا من حبسنا الانتيبيوتيك ما كايناش، حتى كيعيا بزاف، حتى كيعيا عيني كيتغمضوا كما نقدرش نعس غنمد ديال الطبيب. دابا رجعنا من لورجونس عطاوه شويه الاكسجين ارتاح ونعس تما، حنا كنعطيوه الاكسجين 20 ولا 30 دقيقه. دابا راه هو ناعس، ولكن ضروري يمشي على الطبيب. وهذه هي الحاله ديالو. فكما شفتوا وبزاف ديال الامهات كيوقع عليهم بحال الابناء ديالهم. فدابا ما شاء الله العيالات ولاو فاهمين، ولاو كما قلنا فاهمين ان الحراره كتعني انها شي حاجه خايبه، ان المناعه ديال الجسد ديال الدري فهي كيفاش غنقول لكم انها كدير واحد رده الفعل، فضروري التدخل ديال الطبيب. يقد يكون شي فيروس، يقد يكونوا بزاف د الحوايج، والدري اقل حاجه انه يمشي عند البيدياتر ديالو. الى السيده ما داتوش وبان لها الليل خاص ضروري ديه المستعجلات، حيت الحاجه الا كانت في وقت اللي هو قريب غيقد يتعالج، ولكن الحاجه الا طولات فما كتبقاش تتعالج. وكاين بزاف ديال الحالات اللي شفناهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش ان الامهات تهاونوا بهذا الامر. وهذا الشيء فالسخانه كتسبب امراض واعاقات اللي هي دائمه. كيمكن ان الدري الصغير مسكين بقات فيه السخانه الايام وايام، كاين اللي كيبقى فيه شهر وبزاف معرفه شخصيه. كاينين اللي هكا السخانه تسبات للطفل بالشلل النصفي، انه فقد الحركه على الارجل ديالو. وكما قلت لكم دابا الحمد لله الامهات ولاو عارفين كيديو الدري عند طبيب ديال الاطفال. الا ما كانش طبيب ديال الاطفال فيمكنكم فقط ديهم عند طبيب ديال الحومه، وهو يحاول يكتب لكم شي دواء. الا ما كانش فالام تكلف وتسلف كما كتسلف حاجات اخرين، وتحاول دي ولدها وتعتقو وتشوف شنو هي الحاله ديالو وتشري الدواء ديالو. وهذا الشيء اللي قلت لكم الله يجيب ليه الشفاء وللهلا يوري الام شي باس في وليداتها. يا رب العالمين الله يخلي كل ام وليداتها، اللهم اقر عين كل ام بالفلذات ديال الكبد ديالها، والله يشافي الجميع يا رب العالمين. ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله في قناتكم قناه جمال وطبخ سيداتي. شكرا لكم.